مساء الفل يا شباب، اخباركم ايه؟ طبعا هنتكلم على ماتش الاهلي وصن داونز النهارده. انا كراجل اهلاوي وبحب النادي الاهلي، ومن الناحيه العاطفيه يعني تمام، النتيجه ممكن قد تكون مرضيه، بس بالنسبه لي كان بالامكان احسن مما كان، او كان في الامكان احسن مما كان يعني. هكلمك بقى من الناحيه الفنيه ومن الناحيه التحليليه وتحليل للماتش النهارده وللراجل. انا اولا مارسيل كولر النهارده هو عصبني بصراحه، يعني انا اكتر مره اتعصب منه هو النهارده. تخيل يعني الناس كلها هتقول لك النهارده هو عمل مباراه، انا مش شايف عمل مباراه. انا شايف ان الراجل اولا طريقه اللعب، هو ما لعبش بثلاثه ورا علشان هو عايز يلعب بطريقه اللعب، او علشان هو مصدق ان دي طريقه اللعب الامثل علشان ادواته. لا، هو النهارده اضطر يلعب بثلاثه ورا، او بخمسه 4-1، 5-3-2، ايا كان مسماها دفاعيا. بعد كده في التحولات الهجوميه بتبقى 3-4-3 او 4-3-3، ايا كان يعني. هو الراجل ملوش، الراجل بقاله فتره ملوش، يعني انت بعد ماتش بيراميدز الراجل خلاص ما بقاش عنده ثقه في نفسه ولا ثقه في ادواته، وبقى عارف كل الكلام اللي بيتقال عنه. هو بالمناسبه عنده شركه بقى بتترجم له كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا، وعارف كل حاجه بتتقال. اولا الراجل بدا زي ما بقول لك لان هو خايف جدا وعايز يطلع النهارده 0-0 1-0. المهم ان هو يطول وقته مع الاهلي، عايز يطول عمره مع النادي الاهلي. هو عايش على، تحسه ميت اكلينيكيا، عايش على التنفس الصناعي اليوم بيومه. هو عارف ان دلوقتي لو مشي هيبقى بالنسبه له من اغبى قرارات او من اوحش حاجات حصلت له، لان في الاخر الاهلي مش هيخسر، هو اللي هيخسر. هو عايز ياخد دوري ابطال افريقيا هتتحسب له، كاس عالم للانديه لما يلعب مع النادي الاهلي حاجه تضاف ليه في السي في بتاعه. النهارده انت بتلاعب فرقه، بص خلينا نتكلم بصراحه، لو انت بتلاعب سان داونز اللي هو احنا عارفينه، سان داونز اللي هو بيدي الفرقه ثلاثات واربعات، اللي كان مرعب، تعادل هناك في جنوب افريقيا بالنسبه لي هايل. لكن سان داونز اللي انت شفته النهارده انا مش مقتنع خالص، يعني مقتنع ان كان في احسن، مقتنع ان الاهلي كان لازم يدوس عليهم النهارده ويكسب 1-0 ويجيب جون واثنين كمان وريحنا قبل ماتش العوده. انا شايف ان الراجل مدرب، يعني انا مش هقول لك مدرب جبان، لان مدرب جبان ده خلي بالك اللي هو بيعرف يستغل ادواته وبيعرف يغير الماتش، وعارف انه وعارف يقرا الفرقه الثانيه، وممكن يتحكم في الجيم، بس هو خايف يعمل ده لان النتيجه بالنسبه له مرضيه. لكن هو لا، هو مش عارف، هو مش جبان، هو محدود. يعني النهارده كولر اثبت لي ان هو مدرب محدود. انت لو مدرب النهارده ذكر ونازل بعد 30 40 دقيقه لقيت الفرقه اللي قدامك اصلا مستسلمه وراضيه بالتعادل وتمام بالنسبه لها، وعامله لك احترام اكتر ما انت محترمهم بكتير. انت بالمناسبه مفيش فرقه بتوصل قبل نهائي دوري الابطال يعني انت عمرك شفتها فرقه ما عندهاش فرود جامد؟ فرقه ما عندهاش وينج بيجري، ما عندهاش لعيب سريع، ما شاطتش شوطه على الجون. انت النهارده الهايلايتس ما راحوش للجون بتاعك. انت بتلاعب سان داونز في سان داونز في جنوب افريقيا وانت مضيع 3 4 تجوان وجبت جونين اوف سايد، وكان في جون 100% جريديشار بس حظنا وحش جت في العارضه. بالمناسبه ان جريديشار وامام عاشور دول بره التقييم النهارده، الاثنين بالنسبه لي جامدين جدا جدا جدا. وان كنت متاكد ان امام عاشور ده الطبيعي بتاعه، وان ده مش الطبيعي بتاع جريدي شار، هو لعيب كويس ولعيب كويس في المرحله دي للنادي الاهلي، لكن بعد كده ممكن ما يبقاش موجود عشان النادي الاهلي محتاج حد اعلى من الراجل ده. لكن خلينا نقول النهارده ان هو عمل مباراه جامده جدا جدا جدا. وارجع واقول لك ده الضعف برضو الفرقه الثانيه. امام عاشور النهارده هايل، عمل كل حاجه في الكوره. امام اثبت لي ان هو في فرق كبير ويستاهل ان هو ياخد، مش الرقم اللي هو بياخده برضه، بس يستاهل يبقى في فرق بينه وبين اللعيبه المصريه في التقييم. امام فرق كتير قوي عن اللعيبه اللي موجوده. انت عندك هتبقى عندك مشكله كبيره جدا كنادي اهلي لو امام مش موجود. وده اللي كنت بقوله لك بقى على بيراميدز. انت الفتره اللي جايه اللي هينافسك في افريقيا وفي الدوري بيراميدز، مش سان داونز. انا عايز اقول لك ان الدوري المصري عندك انديه زي المصري وزي والزمالك طبعا لما يرجع، وبيراميدز، هم دول اللي هينافسوك، وانا بالنسبه لي اقوى من انديه موجوده في دوري الابطال بتوصل لقبل نهائي. خلي بالك افريقيا ما تخليش حد يضحك عليك ويصدر لك. يا جماعه انا اتشتمت لما طلعت قلت دوري الابطال ضعيف، والله العظيم دوري ابطال افريقيا ما قوي. والله العظيم الكونفدراليه بطوله تعبانه. البطوله دي مش هي اللي من 7 8 9 سنين، ولا مش دول اسك، ولا دول انيمبا، ولا دول سان داونز، ولا دول حتى اورلاندو. الموضوع اختلف. انت يا جماعه عمال بتدفع فلوس في الدوري المصري كتيره قوي قوي. الدوري المصري الفلوس اللي بتدفع فيه كتير قوي عليه. الدوري المصري في ناس مصريين اصلا، معظم الناس اللي عايشه في مصر ما بتشوفش الدوري. يا جماعه الدوري المصري الارقام اللي فيه، انت ممكن تتجنن ان انت تلاقي الدوري المصري مرتباته او تعاقدات اللاعبين اعلى من الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني والالماني. انا ما بقولش اي كلام، سيب الاربعه اللي فوق بره، طلع الاربع فرق اللي فوق،
الدوري المصري اقوى من الانديه دي. دلوقتي لعيبه شمال افريقيا والافارقه انت بالنسبه لهم ماركت رهيب، انت بتدفع ارقام خياليه. فانا يا جماعه لازم نفهم تارجت النادي الاهلي دلوقتي. انت فاهمني التارجت بتاعك ايه؟ الدوري ودوري ابطال افريقيا والكاس، كده كده هتاخدهم عادي. والله العظيم مش محتاج تصرف المصاريف دي. لو ده التارجت بتاعك مشي الراجل ده وهات مدرب مصري، والله العظيم هتاخد كل حاجه عادي جدا جدا. ولو معاك مدرب مصري النهارده وعارف شخصيه النادي وعارف ان اسم النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي مش هو اللي بيعمل الحساب ده للناس قوي، والناس هي اللي بتعمل لك حساب، كان النهارده بعد الشوط الاولاني يا راجل خليك مدرب ذكر، خليك مدرب عندك جرأه النهارده وعندك الادوات. طلع واحد من نص الملعب زي ما بقول لك، ولاعب مروان عطيه 6 وامام خليه 8 وخلي قفشه 10. امسك كوره. لو مسكت كوره النهارده كنت هتقدر تجيب جون واثنين، لكن انت راجل جبان راضي. حتى بعد الماتش نقلت للجهاز بتاعك ولعيبتك هم بيسلموا على بعض الحمد لله. النهارده عمر الاهلي ما كان راضي بالتعادل. لو بلاعب صن داونز الحقيقه انا راضي، لكن مش ده صن داونز ومش دي افريقيا. الاهلي لازم الثلاث اربع نسخ اللي جايين ياخدهم ان شاء الله عشان يسطر تاريخ لنفسه ويبعد عن اي حد في افريقيا بكتير. انت دلوقتي المفروض الاهلي ما يبصش للدوري ودوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي لازم يا جماعه الناس في العالم تعرفنا. سيبك من التمثيل المشرف بتروح تاخد ثالث وتطلع او كاس العالم بالنسخه الجديده اللي هتحصل او الكلام ده كله. النادي الاهلي لازم يروح لحته ابعد. الناس في العالم لازم تفهم ان انت نادي مش طالع تمثل بلد تمثيل مشرف. يا جماعه لازم نغير الفكر ده ولازم نصدق نفسنا شويه. النادي الاهلي بعيد قوي، يعني سيبك من المنافسه في مصر، الناس في مصر هيشدوك لتحت. انت ما بتنافسش دلوقتي حد في مصر، انت دلوقتي وفي افريقيا ما بتنافسش حد، انت بتنافس نفسك في افريقيا. وان كان برضو بتنافس، يعني خلي بالك برضو عشان نكون فير، دلوقتي انت حظوظ بيراميدز زيك بالظبط. بيراميدز ممكن ياخد الدوري وممكن ياخد دوري ابطال افريقيا. بيراميدز هي اقوى فرقه هتلعبها في دوري الابطال وفي الدوري. يعني انت لو كسبت بيراميدز هو خلاص بالنسبه لك هو الغريم، مش هقول لك الغريم التقليدي، بس هو المنافس الحقيقي دلوقتي. طبعا اما الزمالك يرجع الوضع هيكون مختلف، هيدخل في المنافسه وهتبقى بدل ما هي ثنائيه هتبقى ثلاثيه. لكن لازم تفهم ان الفلوس اللي انت بتدفعها كتير على الدوري المصري. وطالما بتدفع قوي وفي ميزانيه يا جماعه بالرقم ده، هات مدرب عالمي، هات مدرب فعلا يفرق مع النادي. انت جايب مدرب ما بيعملش. هو النهارده لو ما كانش جه معانا النهارده، يعني احنا كولر لو كان النهارده كان تعبان او حصل له حاجه وما حضرش الماتش، ايه الفرق؟ وعايز اقول لك النهارده لو كان لعب 8 1 4 6 2 3 5 8 9 ايا كان الشكل اللي كان هيلعب بيه، كان هيطلع الماتش كده. مش من عبقريته ولا من ذكائه الفظيع. انت بتلاعب فرقه مسلمه نمر. والله العظيم صن داونز فرقه ضعيفه وهنكسبهم هنا ان شاء الله 2 مستريح يعني، وافتكر كلامي كويس ان شاء الله. لازم النادي الاهلي، يعني انا يا جماعه مش بقول لك كده علشان ان انا اخبط. النهارده اللعيبه في لعيبه رجاله، والناس الديفنس النهارده كان كويس جدا وكل حاجه. بس لو جينا بصينا الشناوي ما صدش كوره. ما فيش حد من السردباكات طلع كوره مثلا خطر، كلها كور عاليه، كور مش عارف ايه، التحامات، اشتراكات فيها رجوله. لكن في نفس الوقت انت مش عارف تستخدم الادوات اللي معاك. الراجل ده مش محتاج الادوات اللي جات له دي. الصفقات اللي جات له هي ما ضافتش الكولر في حاجه، هي ضافت للاهلي. بس للاسف هو على ارض الملعب ما ترجمش ده، ما حسسكش ان بن شرقي صفقه جايه. يا راجل انت بن شرقي راجع تنزله دقيقتين فيرود، راح تطلع جريديشار الفيرود بتاعك وتنزل وينج تلعبه فيرود. انا مش فاهم. طاهر خلاص اخر 15 20 دقيقه خلاص ميت، المجهود اللي عمله وكل حاجه ويشكر على ده، وكان كويس النهارده بالمناسبه. لازم الراجل اللي بره ده يعني انا مش فاهم ايه التغييرات. ما حدش بره من على الدكه بيتكلم معاه، ما حدش بيفهمه. يعني انا بقول لك قبل الماتش تمام نقطه كويسه جدا، لكن رحت الماتش لقيت فرقه تعبانه، فرقه خلصانه خالص. ما تنزل وتدوس عليها. الكوره ما فيهاش النهارده. وزي ما بقول لك موضوع ان انت راضي وان جماهير الاهلي ما بترضاش، يعني موضوع ان انا راضي ده، النادي الاهلي مشكله الاهلي اصلا في الموضوع ده. يعني في انديه في مصر مش عايز اقول اسماء ولا الكلام ده عشان ما حدش يزعل، بس التعادل ليهم مش وحش. انت التعادل للاهلي لو بتعادل ريال مدريد بالنسبه للناس في مصر يقول لك لا يا عم انا مش مبسوط. فيا جماعه في الاخر انا بقول لك وجهه نظري، ما تخليش حد يضحك عليك ويصدر لك انت بتلعب بطوله مرعبه مع فرق مرعبه. مش حقيقي. الفرقه الوحيده اللي جامده وقد يكون السكواد بتاعها احسن من السكواد بتاعك ك ك ك كاختيارات يعني عنده تنوع. هو بيراميدز. سكواد بيراميدز اقوى من سكواد النادي الاهلي. طلع امام وبن شرقي بره الموضوع، باقي اللعيبه كلها الناحيه الثانيه ممكن تبقى الكفه ارجح. والدليل يعني هقول لك حاجه بسيطه قوي، انت النهارده لو بتلعب من غير امام عاشور، سيبك من بن شرقي عشان بن شرقي بقى له ماتشين مش موجود معانا، لو بتلعب من غير امام عاشور النهارده هتحس ان انت فرقه زي كولر من سنتين. يعني يلا ونجتهد وربنا النهارده كرمنا تمام، ما كرمناش الحمد لله نرجع يا جماعه احنا كده تمام. امام مخيلك شكل كبير قوي، امام ناقل النادي الاهلي
قدام نقله مش طبيعيه. ف يعني ارجوك فكر بقى مع نفسك 30 ثانيه، لو عندك لعيب تاني بالكواليتي ان هو يمسك الكوره زي امام ويعرف واحرف من امام وريتمه اهدى من امام ويمسك الكوره ويتحكم في رتم المباراه وبيعرف يوصلك للجون زي ما قلنا، واحد زي طارق التايب زي ابو تريكه زي حازم امام، عندك اللعيب ده مع امام مش هتحس ان انت مطمن وقادر تقف على الكوره وقادر تتحكم في رتم المباراه وعندك حلول. انت اولا انت النادي الاهلي ما بيشوطش، يعني النادي الاهلي مع الراجل ده انا مش عارف هويته ايه. مش بتكلم على ماتش النهارده بالمناسبه، انت ماتش النهارده في افريقيا طبيعي هتطلع تقفل، وان كان انت النادي الاهلي وانت طالع تقفل لقيت اللي قدامك دوس على وشه خلاص، ده المفروض اللي يحصل. فانا شايف ان الراجل ده مع اني كنت بدافع عنه، الراجل ده هيضعف النادي الاهلي في كاس العالم، هيخلي شخصيه النادي الاهلي ضعيفه زيه بالظبط. راجل محدود جدا جدا، راجل بياخد فلوس كتير قوي قوي على اللي بيقدمه. لو اي مدرب مصري بياخد ربع الفلوس دي والله لا ياخد الدوري وياخد دوري ابطال افريقيا ويعمل كل الكلام ده. انت عايز مدرب ذكر، مدرب جامد ليه اسمه، ليه هيبه على الدكه، تشوفه تحس فعلا ان الفرقه دي وبيفرق جدا موضوع المدرب بالمناسبه. سيبك من اللي بيقول لك ان اللعيبه، لا المدرب بيفرق جدا، ودي حاجه مهمه جدا جدا. الفرق الكبيره واللعيبه الجامده محتاجه مدرب يسيطر ومحتاجه مدرب بيعرف يفكر. مش عايز مدرب انا يطلع باك ليفت، انا ما بقولش عادي لما يطلع باك ليفت وينزل باك ليفت تمام، لكن في نفس الوقت تبقى عارف امتى تعمل تغيير ما يجيش على بال حد، تبقى عارف امتى وفرقتك مضغوطه تريحها لما تنزل حد ينقلك قدام، مش ترجع تدافع وتعمل زي ما كل الناس بتعمل. انت بالنسبه لي مدرب فقير جدا فنيا. فاتمنى يا جماعه ان الفتره اللي جايه تفكير النادي الاهلي وطموحاته تبقى مختلفه. انت تقدر تجيب مدرب على مستوى عالي، محتاج رقم 10 مهم جدا جدا جدا. يعني انا كنت اقول لك محتاج سيردباك، لكن اللي ماشيين دلوقتي خلاص خلينا نقول ان هم ماشيين بشكل كويس مش محتاجه حالا. لكن النادي الاهلي هيفرق معاه جدا رقم 10 الموجود. انا مقتنع بقفشه جدا، بس انا شايف ان المرحله اللي جايه عايزه حد زي ما بقول لك زي التايب او ابو تريكه او حازم امام. حتى لو هتدفع فيه بقى فلوس ادفع فيه عشان يقلك في كاس العالم للانديه، ادفع بقى في المدرب وفي لعيب زي ده واستثمر فيهم علشان. وبالمناسبه انت النهارده بتلعب سان داونز القيمه التسويقيه بتاعتهم اعلى منك 3 4 مليون، بس خلي بالك الناس دي مش عبيطه، الناس دي بتكسب من الكوره بالنسبه لها بيزنس صناعه، انت بتشتري بس ما بتبيعش، انت ما بتكسبش فلوس، الناس دي بتكسب فلوس، الناس دي كل سنه بيشتري بارقام بس بيبيع برضه بارقام، فهتلاقيه بيكسب من الموضوع مش بالسالب يعني. في الاخر دي وجهه نظري، حضرتك لو متفق معايا يا ريت ترد عليا، ولو حتى مش متفق معايا تقول لي ردك او رايك في الكومنتات، وانا بقبل كل النقد باي شكل طالما ما خرجش عن نطاق الادب. وده اللي كان عندي اقوله لك النهارده وبس كده، شكرا يا شباب، سلام.